السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. حابة ان انا ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي شرفوني وفعلوا الجرس طبعا، واي تعليق حلو طبعا بيحطوهولي. وجودكم حبايب قلبي ده شرف ليا وتاج على راسي. يلا بينا بقى على بركة الله نسمي ونشوف النهاردة الروتين بتاعنا عبارة عن ايه. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده اكلة سهلة وبسيطة، وحاجة كده في منتهى الجمال. جربيها بس بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله هتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها. عايزة اقولك ان هي من اسهل الوصفات، وبتوفر معاكي كمان وقت ومجهود، وبتوفر معاكي في المصاريف. حاجة كده تحفة ممكن تعمليها في اي وقت لو انت حابة. عايزة اقول لكم حبايب قلبي ان انا الاكلة دي اتعلمت طريقتها من حماتي. انا كنت بعملها بطريقة تانية خالص، وان شاء الله هعملها برضو معاكم مرة تانية، بس الطريقة دي لقيتها أسهل وأوفر في الوقت جدا يعني. معايا هنا كوبايتين من الرز المصري مغسولين ومصفيهم كويس كده بالمصفى، وهبدأ ان انا اطحنهم في المطحنة بتاعة الخلاط. هيبقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ ان انا اخلص الكمية بتاعتي. وهنا بقى معايا التكة بتاعتي بقى اللي انا بحب ان انا احطها فيها، هي الفراخ. انا كان عندي ورك كده من الفراخ مخلي، حبيت ان انا احطه على الوصفة دي. بتديلها طعم فعلا تحفة. جربيها بس بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله هتعتمديها على طول. عايزة اقولك ان انت ما توقفيش الوصفة على حاجة، يعني انت لو ما فيش عندك فراخ عادي. انا حبيت بس ان انا ازود الحلاوة بتاعتها. هي ما شاء الله حلوة من غير فراخ ومن غير اي حاجة. يعني لو انت عملتيها كده لوحدها من غير لحوم، ما شاء الله بتبقى جميلة وبيبقى الطعم بتاعها تحفة جدا. انا هنا بقى كنت بدأت ان انا افرم برضو في المطحنة بتاعة الخلاط. لو انتي برضو ما عندكيش كبة، افرميها برضو في المطحنة بتاعة الخلاط، مش هتقولك لا. عايزة اقولك يا حبيبة قلبي ان انتي ما توقفيش الوصفة دي على اي حاجة. يعني انتي لو ما فيش عندك فراخ عادي ما توقفيش الوصفة. انا حاطالكوا بس التكة دي من عندي عشان كان عندي بس ورك الفراخ ده مخلي بس، مش اكتر من كده. طبعا حبايب قلبي بقى لو وصلنا كده لعندي هنا من الفيديو، ما تنسونيش طبعا باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي طبعا رأيكم الحلو في التعليقات. ولو لسه جديدة حبيبة قلبي كده ومشرفة القناة بتاعتي، فعلي الجرس طبعا عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بنعمله وبننزله. انا هنا كنت فرمت الفراخ بتاعتي زي ما شفتوا معايا كده. هبدأ بقى ان انا اجهز الخلطة بتاعتي اللي هنحطها على الرز ونحطها على بقية المكونات بتاعتنا دي. انا هنا معايا طماطمتين كده صغيرين، ومعايا طبعا خضرة هنا انا كنت مفرزاها، ومعايا بصلاية كده مقطعاها، ومعايا 4 5 فصوص توم زي ما بتحب كمية التوم. وكان معايا برضو قرن فلفل. هبدأ ان انا افرمهم في الخلاط بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. عايزة اقولك حبيبة قلبي ما توقفيش الوصفة على اي حاجة، ودي طبعا اسهل وصفة واحسن وصفة ممكن تعمليها. انا هنا كنت فرمت الخضار بتاعي زي ما شفتوا معايا كده. هبدأ ان انا احطه في مصفى واصفيه من المية اللي فيه، وهتشوفوا ان شاء الله انا هعمل بيه ايه. نيجي هنا بقى للتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن فلفل اسود وكمون وكزبرة وبهارات كده فراخ، ورشة بسيطة كده من بهارات السبعة. كل حاجة كده، والملح طبعا بتاعنا. كل حاجة هنحط منها ربع معلقة كده بالظبط. انا هنا طبعا كنت حطيت الخضار اللي انا فرمته كده في الخلاط. وعايزه اقول لكم ان الميه اللي نزلت من الخضار دي احنا مش هنرميها. هبدأ ان انا طبعا احط منها كده على العجينه واقلبها كويس. هنا طبعا انا هنا حطيت 5 معالق من البقسماط. طبعا لو عندك عيش كده منشفاه وفرماه هيبقى اجمل كمان، بس انا ما كانش عندي العيش بقى متوفر في الوقت ده. فحطيت 5 كده معالق من البقسماط. وما شاء الله يعني ماشيه الوصفه وكان طعمها فعلا تحفه. بدأت بقى ان انا اقلب في العجينه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هركنها على جنب كده، وهبدأ ان انا اعمل الصلصه بتاعت الكفته بتاعتنا. انا هنا معايا 3 طماطمات كده كبار. بدأت ان انا افرمهم في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا فرمتهم وصفيتهم، واحط الملح واحط فلفل اسود، وحطيت برضو كده رشة بسيطة برضو من البصل البودر. انا هنا بقى هبدأ ان انا اشكل العجينة بتاعتي او اكور العجينة بتاعتي. انا هعملها صوابع شبه الكفتة بالظبط.
هنا طبعا الطبق اللي معايا ده انا حاطه فيه شويه كده من الزيت، عشان طبعا العجينه ما تلزقش في ايدينا. عايزه اقول لكم ان هي كانت ما شاء الله، فعلا فعلا ما شاء الله تحفه. انا هنا هشكل العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا التشكيل بتاعها سهل وبسيط جدا ومش متعب خالص. انا هنا كنت خلصت الكميه بتاعتي. طبعا الكميه بتاعتي دي كلها ما شاء الله من كوبايتين رز. عايزه اقولك ان ما شاء الله بتفرط معاكي كميه حلوه يعني. هنا طبعا كانت التسبيكه بتاعتي خلاص كده اتسبكت، وكان عندي كده مرقه من بتاعه الفراخ. هبدأ ان انا احطها عليها كده. انا عندي ما تغلي تاخد غلوه، بدل ما احط ميه او ازود التقليه بتاعتي دي او الصلصه بتاعتي ميه. بدأت ان انا احط الشوربه بتاعتي دي اول ما تاخد غلوه. هنزل عليها بقى بالكفته بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقولك حبيبه قلبي ان الوصفه بتاعتنا دي فعلا من اسهل الوصفات. انت ممكن تقدميها كده لوحدها، وممكن تعملي جنبها شويه رز ابيض، وبألف هنا وشفا للي هياكل منها حبيبه قلبي. هنا طبعا كانت استوت بقى معايا، وبقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقولك الريحه بتاعتها كانت جايبه لاخر الشارع ما شاء الله. هنا بسم الله ما شاء الله. على فكره انا ما قدرتش ان انا امسك نفسي لساعه الاكل. عايزه اقولك ان الطعم بتاعها كان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، في منتهى الجمال. جربي بس الوصفه بتاعتي بالطريقه دي، وان شاء الله هتعتمديها على طول. عايزه اقولك ان هي ما شاء الله هتوفر معاكي وقت ومجهود. عايزه اقولك ان احنا ما اشتريناش في الوصفه دي اي حاجه من بره، كانت ما شاء الله كل حاجه متوفره في البيت، وما شاء الله وفرت معايا فعلا وقت ومجهود. عايزه اقولك حبيبه قلبي بقى، لو وصلت لعندي هنا من الفيديو ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولي طبعا رايكم الحلو في التعليقات، وشيري كده حبيبه قلبي الفيديو كده مع اصحابك، عشان طبعا قناتنا المتواضعه دي تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. بحبكم في الله يا اغلى اخوات، والسلام عليكم ورحمه الله.